السلام عليكم شباب. اليوم جبنا لكم فيديو جديد من قناة مصطفى جيمنج، واليوم يا شباب قررنا ان نعمل مقارنة بين شخصية روكي وشخصية بيلي في لعبة زوبا. واحنا زي ما عارفين انه الشخصيتين اخر شخصيتين نازلين في لعبة زوبا يا شباب. هيك يا شباب احنا قررنا نعمل مقارنة بين الشخصيتين، فانهم هم اخر شخصيتين نزلوا، فهنعمل اختبار ما بينهم يا شباب ونشوف ان هي افضل من الثانية. اني شخصية افضل من الثانية، واني شخصية تقدر تعتمد عليها في الجيم بلاي وبالنسبة للتقييم تبعك والمستوى وكل شيء بخص لعبة زوبا في حسابك. فاحنا راح نعمل مقارنة كاملة ما بين الشخصيتين، وهم اثنين راح نخليهم يا شباب ليفل 20 عشان يبقى المستوى عادل ما بين الشخصيتين، وراح يعني نخليهم هم اتنين ليفل ماكس عشان تبقى المقارنة تبقى عادلة بين الشخصيتين. فيلا شباب من غير كلام كتير نبدأ بالفيديو، ويلا يا شباب نبدأ بمقارنة الشخصيتين. هذا يا شباب أول شخصية معنا هي شخصية بيلي وشخصية روكي. أول حاجة خلينا نبدأ بشخصية روكي يا شباب عشان نقوي من مستوى الشخصية ونجربها مع بعضنا يا شباب، ونختبر قدرة الشخصية مع بعضنا. وبرضو يا شباب ما تنسوش شخصية بيلي يا شباب، عشان الشخصيتين دول راح نخليهم مع بعض في جيم بلاي واحد ونختبر قدرتهم ونشوف انهي شخصية تقدر تتفوق عن الثانية. بس انا مش هعتمد على الارقام وكده، انا هعتمد عليهم في الجيم بلاي. وكمان يا شباب هم اتنين ليهم جيم بلاي مخصص، يعني كل شخصية ليها جيم بلاي مخصص بيها، يعني انا مش بعتمد على الارقام وكده. تمام. فيلا يا شباب نبدأ بأول شي بشخصية روكي. زي ما احنا شايفين يا شباب شخصية روكي زي ما احنا شايفينها، الشخصية يا شباب زي ما احنا شايفينها سريعة قوية يا شباب، يعني لو في 2 أو 3 داخلين عليك مرة واحدة راح تقدر تتفوق عليهم بسرعة، لأنه الشخصية شباب زي ما احنا شايفينها بسريعة قوة يا شباب. فالشخصية يا شباب بتدمج برضو بسرعة، زي ما شايفين يا شباب الهيلز قدامنا ما بينقش يعني بسرعة، هو بينقص بس ما بينقش بسرعة. فليفل عن ليفل يا شباب بيفرق طبعا. فدي ليفل 20 الليفل قوي يا شباب جدا، وزي ما احنا شايفين يا شباب بلسعة واحدة قدرنا ندمج الخصم. والشخصية يا شباب حركية كتير، يعني لو في 2 أو 3 هاجمين عليك فانت تقدر تتفوق عليهم، عشان زي ما انت شايف ردة فعل الشخصية قوية للغاية. وبرضه يا شباب ديت يعتمد على حسب لعبك، يعني انت لو ما بتعرفش تلعب لو جابوا لك احسن شخصية مش راح تقدر تلعب. بس برضه يا شباب زوبا بتعتمد اكتر شيء على الشخصيات، كل ما معك شخصية اكتر كل ما بتبقى معك اللعبة اسلس واحسن. زي ما احنا شايفين يا شباب كيف يا شباب دمر الخصم بكل سهولة يا شباب، يعني بيدوبك لسعة ولسعة سم وضربة الخصم قدرنا نقضي عليه وبكل سهولة يا شباب. تعال نختبر الشخصية دي يا شباب. يعني الشخصية ما خدتش معنا وقت كتير يا شباب، وزي ما احنا شايفين دمرناها حرفيا. يعني الشخصية يا شباب اسطورية، من ناحية الاسطورية فهي شخصية روكي دي يا شباب. فانا بخصوص شخصية روكي، فشخصية روكي ممتازة يا شباب في اللعبة للغاية. وشوفوا يا شباب فوق المية بتعدي برضو بسرعة، ما بتوقفش حتى قدام المية وكده، لانه الشخصية زي ما احنا شايفينها زي ما احنا عارفينها الشخصية دي سلطعون، فلازم يعني دي كائن بحري فهتبقى سريعة يعني ومش هتفرق معاها المية. وشوفوا يا شباب الشخصية ممتازة حرفيا. فشخصية روكي فهي تستاهل الشراء. بس برضو احنا لسه بنتكلم عن شخصية روكي فقط، لسه ما اتكلمناش عن شخصية بيلي يا شباب. وهات يا شباب شخصية بيلي وراح نقويها مع بعضنا وكل شيء. شوف شخصية بيلي احنا عايزين بس نركز الشخصية على قد ما نقدر، وهنخلوها برضو ليفل 20 عشان تبقى المقارنة عادلة يا شباب، وما فيش اي ظلم من ناحية اي شخصية يا شباب. فهي شخصية بيلي ادينا يا شباب راح نجربها. زي ما شفنا شخصية روكي يا شباب اسطورية ليفل 20 اسطورة من ناحية الاسطورة، فهي اسطورة يا شباب للغاية. فبرضو يا شباب لسه
ما نحكمش بسرعة عشان لسه ما شفناش شخصية بيلي. فلو انتم متوقعين انه شخصية روكي تتغلب عن شخصية بيلي فاكتبوا تحت في التعليقات يا شباب. العلم يا شباب انه شخصية روكي يا شباب كانت ممتازة في الجيم بلاي من ناحية السرعة ومن ناحية كل شيء. فالشخصية يا شباب ما شفتش فيها اي مشاكل. فبرضه يا شباب لسه ما شفناش يا شباب شخصية بيلي عشان ما نحكمش برضه. ففي فيديو برضه لشخصية بيلي يا شباب، بس برضه عشان تبقى المقارنة عادلة انا مش هحكم دلوقتي، مش هحكم غير لما اشوف الشخصيتين واقدر اقول لك تعتمد على انهي شخصية في الجيم بلاي من ناحية انك تقوي حسابك وكده وتعتمد شخصية. فانا راح اجاوبك في هذا الفيديو، بس تابع الفيديو للنهاية يا صديقي عشان تستفاد. وهذا يا شباب نقاط التطوير يا شباب في الشخصية بيلي يا شباب. زي ما احنا شايفين هي دي النقاط بتاعت الشخصية وكيف تفعلها هاتي يا صديقي عشان تقدر تفعل الشخصية يا صديقي هاتي، ولا تزود ولا تنقص، انت خليها زي كده وبرضو انت على حسب راحتك يا صديقي. تمام، ويلا يا شباب نبدأ بالجيم بلاي عشان نستعرض معاكم الشخصية يا شباب. وادي يا شباب شخصية بيلي، ودينا يا شباب نزلنا الجيم بلاي عشان نجرب الشخصية مع شباب، وراح نعمل المقارنة يا شباب بين الشخصية. بالنسبة يا شباب للشخصية فهي في الدمج قوية يا شباب، لأنه الشخصية مصارعة يا شباب فلازم تبقى قوية في الدمج. فبالنسبة للدمج يا شباب فهي الشخصية أسطورية للغاية فتقدر تعتمد عليها في الدمج. بس بالنسبة للسرعة يا شباب فأنا شايف مش سريعة برضو للغاية زي شخصية روكي. فبالنسبة للسرعة فهي شخصية روكي تتغلب. وبالنسبة يا شباب للدمج فهو بالدمج بيطول للغاية في الشخصية، يعني الدمج لما يجي حبك كده ما بيأثرش على الهيلث بتاعك قوي. يعني شخصية روكي على الأقل الهيلث بيخلص بسرعة. فكده يا شباب بالنسبة للهيلث فشخصية بيلي تتغلب عن شخصية روكي في الهيلث. لكن بالنسبة للسرعة وتقدر تدمج اي حد يعني بسرعة، يعني شخصية بيلي لو في اتنين تقدر تدمجهم بسرعة ما بتاخدش فيهم وقت كتير. فديتي بيساعدك يا شباب لو في مجموعة ناس بتهجم عليك فانت تقدر تتفوق عليهم بسهولة. بعكس شخصية بيلي، هي شخصية بيلي قوية بس برضو ما بتقدرش تتغلب على 2 و3 في اسرع وقت. فبالنسبة يا شباب للسرعة فهي شخصية روكي تتغلب طبعا، وفي القتال برضو شخصية يا شباب روكي تتغلب جدارة. فبالنسبة يا شباب انا ارشح شخصية روكي. بمعنى كده يعني ان شخصية بيلي ضعيفة؟ لا، شخصية يا شباب بيلي برضو قوية للغاية، وديت على حسب اختيارك. بس انا شايف انه شخصية روكي تتغلب عن شخصية بيلي. والفي ليفل 20 يعني عشان ما حدش يبقى معاه الشخصية ليفل 2 و1 وكده، لا احنا مكسناهم عشان تبقى المقارنة عادلة ما بين الشخصيتين ومفيش اي ظلم من بين اي شخصية. تمام، فانا ارشح لكم يا اصدقائي عشان تعتمدوا على انهي شخص بلاي وتقوي ليفل حسابك وكده. فانا ارشح لك شخصية روكي لانه شخصية روكي سريعة للغاية وانك راح تقدر تخلص اقيام بلاي بسرعة، وبرضو الهيلث بتاع شخصية روكي بيطول. بس شخصية بيلي في الهيلث طبعا الهيلث بتاعها اقوى من شخصية روكي. فانا ارشح لكم يا اصدقائي شخصية روكي وبجدارة. وبرضو يا صديقي دي انت لك حرية الاختيار، انا مجرب بعمل لك مقارنة ما بين الشخصيتين وانت في الاخر بتختار، وبرضو على راحتك يا صديقي. انا بعمل لك مقارنة وبقول لك انهي شخصية افضل من التانية. وبرضو يا شباب شخصية بيلي كويسة. لو انت لسه لحد الان بتشاهد المقطع يا صديقي ايش منتظر؟ اضغط لايك، فعل زر الجرس ليوصلكم كل ما جديد. ضفا جيمنج، ومع السلامة.